معكم عمر مسهل، كاتب بالمجلس الجهوي للموثقين بالرباط. الدور ديالي في المجلس الجهوي للموثقين هو استقبال الزبناء وتوجيههم ورد على طلباتهم واستقبال المكالمات والهاتف ورسائل البريد الإلكتروني، واستقبال أيضا الموثقين الجدد وتزويدهم بالمعلومات اللازمة وإدماجهم في لائحة الموثقين بجهة الرباط. وكنقوم بإرسال طلب للمطبعة اللي كتكلف بالطبع طبع كل من سجل التحصين وسجل الوصايا، وذلك بطلب من الموثق المعني، وأيضا بتحضير وأرشفة الرسائل. ومكلف بالمادة 12 من القانون 32/09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق اللي كتخول الموثق أن يمارس المهام بمجموع التراب الوطني، وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط. وكتم هذه العملية بإرسال طلب إذن التنقل من الموثق إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين عبر البريد الإلكتروني للمجلس. وكنقوم أنا بإرساله للأساتذة المفوضين من طرف الرئيس ونيابة عنه لإمضاء هذا الإذن. ملي كيتم التوقيع على الإذن كنقوم أنا بإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالموثق. كنوصلوا اذا كيف ما كتشوفوا معنا عندنا هاد المصالح كامله. دونك كنتكلموا على الشؤون القانونيه، المحاسبه، عمليات صندوق الاداره والتدبير والتواصل. حاليا غادي نمشيو لمصلحه الشؤون القانونيه مع ياسمين الزباعي اللي ايضا غادي تقدم لنا ابرز المهام اللي كتقوم بهم في المجلس الجهوي للموثقين بالرباط. السلام عليكم ورحمة الله بكم. تبارك الله. عندك كرسي كاملين واش قدم نفسك. ياسمين الزباعي، ريسبونسابل جوريديك في المجلس الجهوي للموثقين بالرباط. كي توصل المجلس الجهوي بشكايات وبطلبات وساطة. بالنسبة للشكايات كنتوصلوا بها سواء مباشرة من طرف المشتكي كيجي عندنا المقر المجلس او عن طريق البريد الالكتروني، او كنتوصلوا بها من طرف النيابه العامه. دونك دون تو لي كا كيخصنا نصيفطوا هاد الشكايه للموثق المشتكى به دون لي 48 اور عبر البريد الالكتروني. اي بيان سور كنخبروه ان عنده ان ديلي دو 8 جور باش يجاوبنا، وخاص الجواب ديالو يكون معزز بجميع الوثائق الكفيله لتنوير وجهه نظر المجلس. دونك سي ابري لي 8 جور ما كيجاوبناش الموثق كنعاودو نصيفطوا ليه البريد الالكتروني، كنعطيوه ان ديلي دو 48 اور. كنخبروه بانه سيت فوا الا ما جاوبناش غادي يبدي المجلس وجهه النظر ديالو اون سو بازون سور لي دوني اللي عندنا، المعطيات اللي كاينه في الشكايه. باغ لا سويت تحال الشكايه للعضو من اعضاء المجلس اللي تيكون عضو مقرر بيان سور باش يهيئ الملف ويقدموا لباقي الاعضاء فاش كتكون لا ريونيون، كيقدم النقاط القانونيه بكل نزاهه وتجرد وشفافيه دون ذكر هويه الموثق المشتكى به. فكيبدي المجلس وجهه النظر ديالو اي على فان كنوجدوا تقرير كنصيفطوه للوكيل العام الملك دون ان ديلي دو 30 جور ا كونتي دو لا دات اللي توصلنا بها بالشكايه. هادشي اون سكي كونسيرن لو فولي بلانت. بالنسبه لطلبات الوساطه فإنها كنتوصلوا بها مباشرة من طرف لا بيرسون كي انتريسي، سواء كيجي عندنا المقر المجلس سواء عن طريق البريد الإلكتروني. دونك بيان سور خاص الطلب ديالو يكون معزز بجميع النقط، بجميع لي ديتاي ديال لو دوسيي، شنو هو النزاع اللي بغى الحل ديالو، شكون هما الأطراف في النزاع. اي بيان سور حنايا كنتواصلوا مع الموثق باش نسمعوا وجهة النظر ديالو لا فيرسون ديالو المشكل، اي كنحاولوا نحلوا المشكل بطريقه حيويه. دونك الهدف من هذا لا بروسيدور سي نحلوا المشكل بطريقه سريعه فعاله وحيويه مع صندوق الاداره والتدبير. دونك شنو العلاقات هادو سي بلوس كيتم الاشعار المجلس الجهوي الاشعار بالتغييرات اللي كتواجد في الشكل اللي مودع من طرف موثق من جهه.
دونك منين توصلنا منين توصلوا بهذا الاشعار هذا تيكون فيه يا اما تغيير اسم المستفيد او لا تجاوز مبلغ الوديعه. دونك حنا تناخذوا هذا الاشعار هذا اي تنقوموا باخبار الموثق اللي اون كيسيون. دونك هذا الموثق هذا منين توصل بهذا الاخبار تيرد علينا بواحد الجواب اللي تيكون فيه شروحات منين جا داك التغيير. جينيرالمون تيكون هكا دي زيرور دو فراب ولا هذا. دونك ملي تيرد علينا حنايا ديك الساعه اون بو كلاسي لو دوسي. دونك فوالا جينيرالمون السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مرحبا بك. الله يبارك فيك سيدي. خلينا يمكن نتعرفوا على الدور ديالك في المكتب في المجلس. معلومه سيدي. دونك اسمي محمد بالعياشي، مصمم جرافيك انفوغرافيست اون فرونسي. المهمه ديالي هي كنحول افكار المجلس الجهوي ديال الموثقين الى رساله واضحه وجذابه لعامه الناس. هاد الرساله يمكن ان تكون رساله بصريه مطبوعه او رقميه. هاد الرساله يمكن لا ايضا تكون عباره عن فيلم كرتوني قصير باستعمال بعض البرامج وادوات التصميم الرقميه. شكرا. صراحة كنبغي نوضح في بداية الأمر بأن سياسة التواصل في المجلس الجهوي للموثقين بالرباط هي سياسة القرب. يعني أن المجلس كيحرص باش أنه يكون قريب من المواطن، قريب من الموثق، يعني المواطن سواء داخل أو خارج الوطن، ذلك عن طريق الشراكات، عن طريق الخرجات الإعلامية، يعني كاع لي زاكسيون لي زوبيراسيون اللي كيديرهم المجلس كنحاولوا باش أننا نقربوا من جميع الأطراف. كما أن المجلس كيحاول أنه يقوي صلة الوصل ما بين المجلس والموثق والإدارات العمومية، على سبيل المثال إدارة الضرائب أو يعني المحافظة العقارية مثلا. هادشي كنديروه مثلا عن طريق الرقمنه، كنعتمدوا على لي ديرنيير تكنولوجي، كان اون بارطاج لي زانفورماسيون اللي هما ضروريين واللي كيكونوا متاحين في مواقع التواصل ديال المجلس، يعني لو كونسيل ريجونال دي نوتير دو رابا، سواء على الفيسبوك او على تويتر او على قناه ديال اليوتيوب، على الموقع الالكتروني ايضا اللي هو www.noterraba.ma، او عن طريق التواصل المباشر مع المجلس سواء عبر البريد الالكتروني اللي هو secretariat@noterraba.ma، او عن طريق يعني الاتصال في الرقم الهاتف ديال المجلس اللي غتلقاوه في نهايه هذا الفيديو. يعني وبهذه الطريقه كنحاولوا اننا نخلقوا جو ديال الرضا والارتياح والاطمئنان من بين يعني جميع الجهات، سواء بين المجلس والموثق او المجلس والمواطن او المجلس والاداره العموميه. كنشكرك السي الشطير على التواصل ديالكم. الشكر يعني ماشي غير المبادره اللي درتيو اليوم، ولكن المبادرات اللي سبقت واللي كانت اولا بالترحيب بالمبادره اللي كانت ديال اننا في خلال فتره كوفيد ومن بعد كوفيد اننا نتواصلوا مع مغاربه العالم، خصوصا المغاربه المقيمين في بلجيكا وفي هولندا وفي لوكسمبورغ. كنشكر ايضا الجاليه المغربيه اللي كاينه في الخارج اللي تفاعلت معنا بشكل كبير، وهذا هو اللي كيجعلنا نرتاحوا اكثر وكيزيد فينا كثير من الطموح باش يمكن اننا نقدموا مبادرات اكثر. لان اللي كيهمنا او الشكر اللي غادي يوصلنا هو الارتياح، هو التفاعل اللي كيكون عن طريق داكشي اللي كنكتبوه، الاسئله، الملاحظات، لما لا انتقادات، لانه ما كاينش شي انسان اللي هو مجبول دائما على الصواب، الخطا وارد، ولكن بكم كنحاولوا اننا نصحوا المسارات ديالنا. هذا الشكر هذا اللي كنزيد ناكد عليه هو فقط كيدخل في اطار الرد الجميل.
لانه ما نساوش انه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج قدمت الشيء الكبير البلاد ديالنا في الوقت اللي كانت هناك مجموعه من الصعوبات الماديه، التحويلات. هذاك الشعور بالانتماء اللي كنلقاوه في لي ريزو سوسيو، هذاك اكبر دليل على اننا كاين واحد التلاحم بين المغاربه المقيمين في المغرب والمغاربه المقيمين في الخارج تحت الرعايه الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. ايضا المرحله ديال الكوفيد، مغاربه العالم عبروا على واحد النوع ديال التضامن بشكل غير مسبوق، لانه من الازمات فين كنقدروا اننا نعرفوا الرجال ونعرفوا المواقف. ما تم تقديمه من طرف مغاربه العالم من مبادرات، اعانات، بحث علمي، اللقاحات اللي وصلوا للمغرب، والعديد من الامثله الكثيره كتدل على اساس انه كيقول لك اللي ولد ما ماتش. يعني المغرب عنده رجالات ديالو اللي سواء في المغرب او في الخارج، وحنايا دائما على ارتباط. المجلس الجهوي هذه يمكن الخاصيه ديالو مقارنه مع باقي المجالس، لانه عندنا شراكات مع موثقين في بلجيكا، عندنا شراكه مع موثقين ديال مدريد، وعندنا شراكه مع الموثق ديال بروكسل، مدريد وباريس. وكنا لزمنا نفسنا في هذه الشراكات كلها كتضمن واحد المحور اساسي اللي هو ملي كنمشيو نديروا شي لقاء في لقاء اللي هو علمي قانوني محض او تبادل الخبرات مع الموثقين ديال هاد الدول هادو، ولا بد خصنا نأديو الواجب اننا كنمروا لهاد الجاليه هذه وكنديروا معاهم لقاءات. مع الاسف انه الكوفيد كان وقف شويه هذا المسار لمده هاد السنتين، ولكن التواجد ديال اعلاميين بحال سي شاطر ولا قنوات اخرى اسمحوا لي ما ذكرتهاش، هي اللي كتخلينا اننا لقينا هذا البديل هذا، واللي من خلاله انه حاولنا ان نديو هذه الرساله ديالنا. رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط واعضاء المجلس كاملين وايضا المستخدمين ديال المجلس كلهم كيوضعوا نفسهم رهن اشارتكم، ولو في زيارات يعني لهنا المجلس باش تشوفوا عن كتب كيف تجري الامور. الاتصال اذا كانوا شي اشكاليات، كنا وضعنا مجموعه من وسائل التواصل هي رهن اشارتكم من اجل طرح اسئله، السؤال عن الهموم ديالكم القانونيه او الطموحات ديالكم. المجلس هنا من اجل باش يقضي هذا الغرض، لانه المجلس الدار للموثقين ولكن ايضا المتعاملين مع مهنه التوثيق. وشكرا والى فرصه قادمه بحول الله.